بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة. بس الراجل اللي هنحكي عنه النهاردة بعد اللي حصل له قال عكس كده. يا ترى إيه اللي حصل له وإيه الوصية اللي قالها عن الستات؟ تعالوا نشوف. كان بيحكى إن في رجل حكم عليه القاضي بعقوبة بسبب الجرم اللي عمله. فالقاضي خيره بين 3 عقوبات يختار منها عقوبة، إما إنه ياكل 100 بصلة، أو إنه يتجلد 100 جلدة، أو إنه يدفع 100 دينار. فالراجل راح عشان يستشير مراته، فمراته قالت له: بقول لك إيه، ده البصل ابن عم العسل وما بياكلوش غير الرجالة وكبار السن، فيها إيه يعني؟ فالراجل اقتنع ووافق وراح اختار إنه ياكل 100 بصلة. الحقيقة الراجل قعد ياكل في البصل لحد ما وصل للبصلة 60، وعينيه بقت جاحظة، وبدأ إنه هو ينهار من الألم والدموع، وقال لهم: كفاية، مش قادر، بموت. فراح تاني لمراته عشان يستشيرها، فمراته قالت له: بقول لك ايه، ده وجع ساعة ولا كل ساعة، وطالما انت مش قادر على اكل البصل، ايه يعني، اهي ساعة وخلاص. الراجل اقتنع وراح اختار انه ياخد 100 جلدة. وفعلا الجلاد بدأ يجلد الراجل لحد ما وصل للجلدة رقم 70. الراجل كان ايديه بترتعش وكان بيموت من كتر الألم، وقال لهم: كفاية، مش قادر أكمل. وبعد كده الراجل ما بقاش قدامه أي خيار غير إنه يلملم اللي اتبقى من كرامته ويطلع 100 دينار ويدفعهم. وفعلا دفع 100 دينار وراح للقاضي وطلب مقابلته، وقال له: يا سيدي، أنا بطلب منك طلب، إن انتوا تكتبوا على قبري إنه من أطاع الإناث فدفع الجزاء مثنى وثلاث. وخليك فاكر إن من جوه دماغك هنطلع اللي ما يخطرش على بالك.